يلا بينا نشوف شوية الحيل دي. عندك المقص باعد، تعالي هاتي المقص وهتجيبي ورق الفويل وتطبقي زي ما انت شايفة كده على 4 على 3. المهم ان انت تخليه ورق الفويل تقيل، وتبدأي بقى تقصي شرايط شرايط كده. انت كده كأنك بتسني المقص بتاعك بالظبط. اي نعم، يعني هتضحي بحتة الفويل بس هتلاقي المقص حامي. بص، اول بقى ما تشتغل بيه قص على طول. يلا نشوف الحيلة اللي وراه. كلنا عارفين ان ممكن لما تجيبي جهاز او مكنسة بالكهرباء او اي حاجة بيبقى العلبة بتاعتها فيها الايد البلاستيك دي. فاحنا طبعا لو هتعمل علبة انت ممكن تستفادي بالايد البلاستيك دي، ان انت تعمليها لاي استخدام. يعني بصي، تعلقي للفيش، ممكن تعلقيه بيها الشباشب. يعني بصوا شايفين، علقت الجوانتي، تعلقي شبشب في المطبخ، تعلقي فوطة. يعني ممكن تستعمليها، هي خفيفة وسهلة. وبدل ما بنعميها ادينا بنستعملها. تعالي بقى لما تيجي تعلقي البنطلون عشان ما يقعش من العشاء. حلوة الفكرة دي، شايفين؟ ايه رأيكم؟ تعالوا نشوفوا. كمان تقدري تطبقي البنطلون الجينز بكل سهولة علشان ما ياخدش معاكي مكان. بنفس الشكل كده، بتتني رجلين وبتقفليه تاني على بعضه. سهلة وبسيطة. الناموس عامل لك مشكلة، بتجيبي ليمونة وبتجيبي عيدان القرنفل او المسمار زي ما بيقولوا، وبتعشقيها في الليمون كده، وبتفتحي بقى جنب منها شمعة، وبتسيبي بقى الشمعة جنب الليمون مع القرنفل، بيطلع لك الناموس وأي حشرة. يلا بقى كمان نشوف الحيل دي خاصة بالملابس. عندك اي حاجة بتكوني حباها بس معلش يعني باظت، اتقطعت، تقدري تعملي بالاشكال دي بخيط وابرة وخاتم او اي حاجة على اي شكل انت حباه. وعلمي، وبعد كده ابدأي نزلي الفتلة من تحت لفوق، وهكذا لحد ما تعملي الشكل اللي انت يعجبك. على فكرة الوصفة سهلة وبسيطة، وهي شرحة نفسها خالص خالص. بشوية الخيط ده انت غيرتي شكل الحاجة اللي عندك مقطوعة خالص، سواء بلوزة، شراب، اي حاجة. لو عندك برضو بلوزة او عباية او اي حاجة مفتوحة قوي صدرها وحابة تلميه شوية وتقفليه، برضو الفكرة دي حلوة جدا جدا ان انت تقفلي بيها. منك بتديها شكل وبتغيري في شكل البلوزة وبقى شكلها حلو. تعالوا نشوفوا بقى. لو عندك صينية بايظة مطفية مش بتلمع، كربوناتو بترشي عليها، وكمان نص ليمونة او ليمونة، وتفضلي تدعكي فيها بقى كده وتسيبيها نص ساعة. بعد النص ساعة اشطفيها وهتلاقيها بقت زي الفل. اتمنى ان الفيديو يعجبكم ويكون مفيد بالنسبة لكم. اشوفكم على خير، سلام عليكم.